السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو دوت من المدينة المنورة. حبيت أعمل فيديو، لأن طبعا انتوا شايفين اللي في ايدي دي ريالات سعودي. أنا عايزة أقول لكم بقى انتوا ازاي تجيبوا ريالات سعودي من مصر. طبعا لأن أنا تعبت جدا جدا عشان أعرف أجيب الريالات، الموضوع صعب جدا. بس أنا دلوقتي هقول لكم بقى بالظبط ازاي تجيبوا ريالات. البنك المركزي نزل القرار ده لسه بقاله اسبوعين تقريبا. ان لازم يكون اللي هيجيب ريالات او هيغير مصري بريالات لازم يكون عنده حساب في البنك. الحساب ده يكون معدي عليه 3 شهور، تمام. يعني مثلا اللي هيعمل حساب لسه جديد مش هيدوله، لازم يكون ليه حساب في البنك والحساب ده عدى عليه 3 شهور علشان يرضوا يدوله الريالات. يدوله الريالات بقى كمان ازاي؟ اذا كان عنده حساب، اذا يعني 3 شهور طبعا. ويكون يكون قبل السفر ب 48 ساعة، شرط لازم يكون قبل السفر ب 48 ساعة. وتقدموا لهم المستندات ان انتم مسافرين بعد 48 ساعة. تذكرة الطيران ذهاب وعودة، يعني ما ينفعش ذهاب بس، لا، هما مشددين جدا، لازم يكون ذهاب وعودة تذكرة الطيران. وكمان بتقدموا لهم تأشيرة دخول السعودية، بتقدموا لهم الورق ده فبيصرفوا لكم الريالات. طبعا كل بنك بيصرف ريالات، كل بنك غير التاني. يعني مثلا انا عندي حساب في بنك مصر اداني 2000 ريال، طبعا بعد ما اطلع على التأشيرة والتذكرة. في بنك القاهرة بيدي 1000 ريال. معرفش طبعا البنوك التانية بتدي ايه، بس برضو اللي انا عارفاه ان البنك الاهلي بيدي 2000 ريال. يعني البنك الاهلي بيدي 2000 ريال، بنك مصر بيدي 2000 ريال، وبنك القاهرة بيدي 1000 ريال. طبعا الريال عندنا في مصر ب 8 جنيه وربع سعره في البنك. طبعا في السوق السوداء ثمنه 14 جنيه و15 جنيه. انا لما ادوني في بنك مصر ال 2000 ريال، طبعا انا كنت محتاجه يعني اغير تاني. اشتريت من السوق السوداء، يعني كملت المبلغ اللي انا عايزاه. طبعا احنا ربنا يخلي كل حبايبنا وحبايبكم يا رب. طبعا بنبقى محتاجين نشتري هدايا، نشتري حاجات من لينا احنا عايزينها من السعوديه. طبعا كل واحد على قد احتياجاته. طبعا ال2000 ريال او ال1000 ريال من البنك بتبقى كافية جدا ان حد مش هيجيب هدايا ومش هيجيب حاجة هو ناوي يجيبها من السعودية. لان هنا مثلا هيصرف بس على الوجبات هنا اكبر وجبة ب30 ريال. يعني لو بس كل وشرب هيكفيه جدا ال1000 ريال او ال2000 ريال. يعني ما تشتروش من السوق السوداء الا اذا كنتوا انتوا محتاجين فعلا. عايزه اقول لكم ان محدش يلف يا جماعه على صرافه. الصرافه عندنا في مصر صعبه جدا، وما بتديش ريالات. ممكن يقولك تعالى بعد ساعه، تعالى بعد ساعتين، يفضل يمطوح فيك كده. خدوا ارقام اهي، تصوروا الرقم وتتصلوا بيهم بعد شويه، الارقام ما بتردش. فانسوا الصرافه، نصيحه مني، ما تضيعوش وقتكم وما تضيعوش يعني الايام قبل ما تسافروا وتضيعوا مجهودكم في الصرافه في مصر زي قلتها، ولا بتبيع لا دولار ولا ريال، تمام. فيا اما انتوا هتصرفوا من البنك. طبعا الفيديو ده يا ريت يتشاف لو حد ناوي ان هو يطلع عمره او حج وما يكونش عنده حساب في اي بنك، يلحق يفتح اي حساب في اي بنك يكون معدي عليه 3 شهور علشان تقدروا تاخدوا اي عملة صعبة. اذا انتم مسافرين مثلا بره في اي مكان او مسافرين الحج او العمرة، لازم الحساب يبقى معدي عليه 3 شهور. الصرافة خلاص، الصرافة اكس كده، مفيش. الصرافة عندنا في مصر صعبة جدا، ما بتطلعش ولا ريال. طبعا الصرافة بتبقى زي سعر البنك، ممكن اعلى شوية، عشان كده هي ما بتديش اي ريال. بس وانا بس حبيت اوريكم بقى الريالات السعودي اهي. كمان اللي ما يعرفش، دي 100 ريال الحمرا دي، والخضرا دي 50 ريال. الفكه بقى انا لسه ما فكتش حاجه، فحبيت بس اوريها لكم اهي. ربنا يا رب يجعلنا نراضي حبايبنا، وربنا ييسر لنا العمره يا رب، وربنا يعني يرزق كل مشتاق بزياره بيته يا رب، عاجلا غير آجلا. وانا حبيت اعمل الفيديو دوت بس عشان اقول لكم تجربتي ان انا جبت ريالات ازاي. مفيش حاجه تانية غير اللي انا قلتها لكم من تجربتي، مفيش حاجه تانية غير اللي انا قلتها لكم. يا اما البنك اذا عندكم حساب،
او السوق السوداء هتشتروه ب 14 او ب 15، طبعا اللي هيتفرج عليا بعد كده اكيد هيكون زاد جدا يعني. الصرافه اعملوا عليها اكس، ما تضيعوش اي وقت على الموضوع الصرافه دي. ربنا يرزقكم يا رب ويسهل لنا عمرتنا، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات تاني جديده من الاراضي المقدسه. سلام عليكم.